الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ريحه فم الصائم عند الله اطيب من المسك، بس عند الناس اللي عايشين حواليك متهيألي بتبقى صعبه شويه. فخليني اقول لك على تريكات مهمه جدا تبعد عنك الاحراج ده. اول حاجه خلينا نفكر ليه اصلا بتطلع ريحه كريهه دي. طبيعي مع الصيام ان لعابك بينشف، واللعاب ده كان له دور مهم جدا في تنظيف البق. فخلال الصيام البكتيريا بتتكون وتبدا تطلع غازات ليها ريحه وحشه جدا. والحاجه التانيه ان جسمك بعد مده من الصيام بيبدا يحرق في الدهون اللي جواه، فبيدخل الجسم في حاله اسمها كيتوسيس ستيت. في الحاله دي بيتكون كيتون بوديز. الاجسام دي للاسف ليها ريحه مميزه وصعبه جدا. فعشان كده هقول لك على حاجات مهمه جدا لازم تعملها علشان تنقذ نفسك واللي حواليك. مهم جدا طبعا غسيل الاسنان بعد السحور، بس لوحده للاسف مش كفايه. فعشان كده مهم جدا تشتري خيط طبي تنظف بيه اسنانك، ده بيزود من كفاءه غسيل الاسنان 40% بحاله. الحاجه رقم 2 واللي كتير جدا مننا مش بياخد باله منها، وهي تنظيف اللسان. اللسان بيعتبر كانه فندق للبكتيريا، فمهم جدا تغسله مع غسيل اسنانك. والحاجه الاخيره السحور بتاعك نفسه، مهم جدا ان يكون فيه لون اخضر كتير، يعني خضروات كتير زي الخيار والكرفس والبقدونس. الحاجات دي بتنظف جدا ريحه المعده. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واعمل شير وفيد غيرك، وما تنساش تعمل فولو.